بالنسبة لكتب التفسير ماذا ينصح بها؟ هو عندك 5 كتب دائما ننصح بها لأنها سلفية وعلى السنة للمعاصرين والمتقدمين: تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الشنقيطي وابن سعدي، والشيخ ابن عثيمين سادسها، مع أنه معاصر، وكذلك ابن سعدي والشنقيطي ليسوا بعيدين، لكنهم كتبوا كتابات جميلة جدا سلفية على السنة، سواء في العقيدة سواء في الفقه، كان فقههم معتدل، عقيدتهم عقيدة أهل السنة، والأصل هو ابن جرير. ابن جرير الطبري وفق في هذا الكتاب رحمه الله واختصره، هذا مختصر، وهو كان يريد أن يكتب التفسير في 30,000 صفحة فاختصره إلى لأنه قال لطلابه: ما رأيكم تكتبون معي التفسير؟ فقالوا له: بكم؟ قال: 30,000 صفحة. فقالوا: نموت ولا نكتب شيئا من ذلك. فقال: سبحان الله، ماتت الهمم. هو يقول: ماتت الهمم، فكتبها في 3,000 صفحة، ليس في 30,000، في 3,000. وهكذا في التاريخ، قال لهم: تكتبوا معي التاريخ، نكتب التاريخ، وقالوا له كذلك نفس الذي قال له في التفسير، فكتب التاريخ الذي هو مطبوع، تاريخ الطبري.